ايه، شايفاك يعني مستغربة. افهم بس اللي في دماغك مثلا. لا، أنا عايزة أفهم إيه اللي في دماغك أنتي بالأول. إحنا ناس جايبين مالنا وحالنا وجايين نقولوا عايزين نشتغلوا، وأنتي صاحبة الفكرة دي. يعني إحنا اللي لازم نفهم هنحط رجلينا فين. هو انت بتفهمي في البيزنس يعني ولا ايه؟ أنا أفهم في كل حاجة، ما فيش حاجة ما بفهمهاش، واللي ما فهمهوش أسأل عليه وأتعلم وأبقى أشطر من اللي علمني كمان. بس احنا شغلنا صعب شويه. مش أصعب من اللي عشته واللي أنا بشتغل فيه. لا انت مش واخده بالك، انت شغلك كله ما تزعليش مني يعني في حيز قد كده جوه البلد مع شويه تجار ال10 منهم ما يجيش واحد من اللي بنتعامل معاه. ايه السيجارة دي مش حلوة على فكرة. انتي بتدخني منظرة ولا مزاج؟ والله مزاجي محدش يقدر يعدله. يبقى مزاجك هش، عامل زي قش الرز، يطلع دخان كتير ويخنق وما يعشش النفوخ. شوفي، اصل انتي بتتكلمي وخلاص من دماغك يعني. اللي تعيش في الصعيد وحيدة من غير راجل وتنزل تشتغل في مالها وسط الرجالة تبقى بمليون راجل. عشان عندنا الست إن ما كانتش بمليون راجل ما تبقاش ست. حلو. هو مروان فين؟ وانتي يهمك مروان ولا الشغل اللي هيشتغلوا معاكي مروان؟ نصيحة مني، الشغل أحسن. خلي بالك من الشغل والفلوس اللي هتيجي من وراه. مروان مش فاضي، مشغول. حبيبتي بتغيري عليه قوي. طبعا بغير عليه. انتي تانية. يمكن أكون التانية وبعدين التالتة كمان. إيه المشكلة؟ لا، أنا ممكن أروح أخطب له وأزوج له العروسة الجديدة. شوفي يا حلوة، انتي حلوة صح وتباني سيدة أعمال زي ما بيقولوا كده، بس انتي مش بتاعت سوق. انتي آخرك تمضي على ورقتين وتستني اللي هيجي من وراهم. اسمعي مني، خلينا أصحاب. وتفتكري بعد اللي اتقال ده هينفع نبقى أصحاب؟ قوي. ما عندكيش فكرة. أنا هقولك، انتي لو ضرتي وبيني وبينك شغل يا بوي هشتغل معاكي للصبح واعمل اللي ما يعمل. بس لو في بيت واحد اعذريني عاد، اتحمليني اذا قدرتي وكان ليكي عمر طويل. اصلا انا مستنيه مروان هيجي على هنا. لو تحبي تجيبي البيه جوزك اتمنى ده، على الاقل اتعرف عليه واشوفه. تصدقي نفسي اشوفه.